الموسم الماضي استغنى بايرن ميونخ عن ليفاندوسكي، وده معناه ان هو استغنى عن ماكينة اهدافه. قرروا ان هم يشتروا هاري كين من توتنهام. قبل ما نبدا الفيديو ما تنساش تصلي على النبي واشترك لك بالقناه وفعل الجرس ليصلك كل جديد. ليفاندوسكي اللاعب اللي في اخر 3 مواسم مسجل 30 جول في الدوري، وبالاخص في موسم 2021 حطم رقم قياسي تاريخي صامد منذ 49 سنه مع جيرارد مولر الاسطوره الالمانيه، وسجل 41 هدف في موسم واحد في الدوري الالماني. خروج ليفاندوسكي من البايرن ترك مشكله كبيره، حبوا يعوضوه بساديو ماني ولكن فشل، وعشان كده بايرن ميونخ قرر السنه دي يكسر خزينته الماليه وتاخد الجراءه ويقوم بصفقه وصفوها بالصعبه جدا. وجابوا هاري كين ودفعوا فيه اكتر من 100 مليون يورو. من اول يوم جه فيه هاري كين ما كانش فيه شكوك كتير انه ينجح او يفشل. هاري كين طبعا من احسن المهاجمين في العالم، وكانت الثقه فيه كبيره انه ينجح لانه هيفيدك في التسجيل واللعب خارج منطقه الجزاء، وكمان بصناعة الأهداف. وصفوه أكتر من مرة إن هو حلم لأي مدرب. هاري كين ما بيكفوش إن هو يجيب 10 تجوان أو 15 جون في الموسم الواحد. لو سجلهم أي مهاجم في أي دوري من الدوريات الأوروبية على طول بتلاقي عليه منافسة من الريال أو برشلونة لضم اللاعب. لكن هاري كين لو سجل 10 أو 15 جول هيقولوا عليه صفقة فاشلة. وعشان كده هاري كين قرر إن هو يشتغل بسرعة ويكون ماكينة أهداف، ترفع الضغوط وتنسي الناس شوية بشوية ليفاندوسكي. وهنا يجي السؤال المهم، هل هاري كين يقدر يكسر رقم ليفاندوسكي ولا لا؟ حتى الآن هاري كين مسجل 19 هدف في 23 مباراة، وده معناه لو حافظ على المعدل التهديفي هيقدر يسجل 41 هدف، وهو نفس الرقم القياسي لليفاندوسكي. وهل فعلا يقدر يحافظ على هذا المعدل؟ وهل فعلا يقدر يكسر الرقم القياسي بتاع ليفاندوسكي؟ من الجولة 4 حتى الجولة 17 هاري كين مسجل فيهم كلهم إلا جولتين، وهذا مؤشر مهم بالاستمرارية في ملعبه أو خارج ملعبه. أيضا هاري كين مسجل هاتريك 3 مرات في مرحلة الذهاب، وهذا الشيء ما حصلش في الدوري الألماني منذ سنة 65 إن لاعب يسجل هاتريك 3 مرات في مرحلة الذهاب، وآخر واحد عملها كان اسمه كريستيانو مولر. كين الآن مطالب يسجل 19 هدف في 15 مباراة عشان يكسر رقم ليفاندوسكي، وعشان كمان يكون الهداف التاريخي للدوري الألماني. وفي الحقيقة لما تشوف تصريحات إدارة بايرن ميونخ تحس إنها حابين يكسر رقم ليفاندوسكي عشان طريقة رحيله، كمان مستعجلين إنه يكسر الرقم. تخيل قال عمري ما توقعت أشوف رقم ليفاندوسكي مهدد بالسرعة دي، ولكن كين هدده. رومانيو قال أنا كنت متوقع إن كين هيكون بنفس المستوى ده من اللحظة الأولى. ولما سأل توماس مولر عن الرقم القياسي قال هو بيفهم جميع جوانب اللعبة والبيئة داعمة ليه، وهو السبب اللي هيشجع كين إن هو يكسر رقم ليفاندوسكي. وكمان في شيء مهم، بايرن ميونخ بيصنع فرص كتير داخل المباراة، وبالتالي هاري كين عنده فرص كتير إن هو يسجل، خصوصا إن اللاعب بيلعب بشكل جميل بره منطقة الجزاء، فيقدر يطلع ويهرب من الرقابة ويرجع يسجل. يعني باختصار هاري كين فنيا قادر على كسر رقم ليفاندوسكي، لأن إحصائياته بالأهداف المتوقعة بيسجل أكتر من المتوقع. وهذا لا يعني إن المهمة سهلة، المهمة صعبة قوي، بس في عامل آخر ممكن يساعد. بايرن ميونخ الآن في منافسة شديدة جدا مع ليفركوزن، يعني الفريق يظل شادد لآخر الموسم، ويعني هاري كين هيلعب أكتر من المتوقع عكس المواسم الماضية. وكده هاري كين هيلعب مباريات كتير بدون استراحة، كده فرصته في تسجيل الأهداف هتكون أحسن وأقوى. المهمة صعبة زي ما قلت، بس هاري كين بيقدر يعملها، ويحاول بقدر الإمكان إن هو يتخطى الإصابات. اكتبوا لي رأيكم في التعليق، هل هاري كين يقدر يحملها ولا ما يقدرش يكسر الرقم ويفضل الرقم محفوظ لليفاندوسكي حتى يأتي لاعب آخر؟ أنا من رأيي إن هاري كين بنسبة 70% يقدر يكسر رقم ليفاندوسكي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.